عزيزي الاهلاوي المشاهد الجميل يا برنس، تعال اقول لك اخر اخبار النادي الاهلي النهارده يا برنس. ولكن في البدايه ما تنساش اللايك بتاعك يا برنس. بص بقى، من كام ساعه كده يا برنس الاتحاد الافريقي اعلن يا برنس ان النادي الاهلي هيلاعب الترجي يا برنس يوم 12/5 الساعه 10 بتوقيت مصر في تونس يا برنس. يعني كده خلاص عرفنا يا برنس موعد المباراه، وعرفنا ان الاهلي خلاص هيقابل الترجي، لان كان في كلام كده وطراطيش كلام ان شبيبه القبائل رافعه مش عارف فين ومش فين وعاوزه هي تلعب الماتش مكان الترجي والليله دي. ولكن خلاص يا برنس الكاف حسم الموقف واكد ان الاهلي هو اللي هيلاعب الترجي يا برنس. وبص بقى، مباراة الأهلي والترجي هناك في رادس يا برنس في كلام وفي أخبار، ولازم الاتحاد الأفريقي يطلع يا برنس خلال الساعات القادمة يقول لنا رأيه أو يقول لنا خبر اللي كل الناس قاعدة مستنياه. هل المباراة هتتلعب بجمهور ولا بدون جمهور؟ ولكن الأخبار اللي طالعة من تونس بتأكد يا برنس إن المباراة هتتلعب في رادس بدون جمهور، والاتحاد الأفريقي هيعلن عن الخبر دوت خلال الساعات اللي جاية يا برنس. يعني ده كده كله في مصلحة النادي الاهلي. النادي الاهلي سواء بقى جمهور ولا مش جمهور، احنا كده مركزين على البطولة دي باذن الله. ولكن دوت برضه هيبقى في مصلحة النادي الاهلي ان المباراة تتلعب بدون جمهور بعد الاحداث اللي حصلت في مباراة شبيبة القبائل. فدوت يعني هيقلق بعض اللعيبة من الفريق ان ممكن يحصل مشاكل، يحصل حوارات والكلام دوت. ولكن يا برنس المباراة بشكل كبير جدا هتتلعب بدون جمهور. مين بقى حكم المباراة؟ حكم المباراة يا برنس اسم الكيني، هو كيني واسمه بيتر يا برنس، ده هيكون حكم الساحة ماشي. اما حكم تقنية الفيديو يا برنس هيكون مصطفى غربال يا برنس الجزائري، وطبعا كل الاهلاوية عارفة مصطفى غربال دوت هيكون حكم الفيديو يا برنس، وبيتر دوت هيكون حكم الساحة يا برنس. مباراة الاهلي امام الترجي مباراة مهمة جدا جدا هتتلعب يوم 12 اللي هو الجمعة الجاية دي، الجمعة اللي وراها مباراة الاهلي. والاهلي يا برنس بيتكلم دلوقتي اتحاد الكرة عشان يأجل مباراته مع حرس الحدود. هتقول لي امتى دي؟ اقول لك مباراة الاهلي مع حرس الحدود كانت المفروض تتلعب يوم الثلاث الجاي، يوم 9/3 يوم 9/5 كان المفروض تتلعب يوم الثلاث. ولكن اللائحه في لجنه الكوره هنا في مصر واتحاد الكوره قال لك اي فريق قبليها ان هو عنده مثلا مباراه في افريقيا خارج مصر، يعني لو مباراه بينها وبين مباراته في الدوري 4 ايام ما تتاجلش، المباراه ديت يكون بينها 3 ايام تتاجل عادي. وطبعا مباراه الاهلي امام حرس الحدود هتبقى يوم 9، ومباراه الاهلي مع الترجي هتبقى يوم 12. فانت عندك ايه؟ 9 10 11 12، فشيل يوم 9 ده ان ده اللي هتلاقي فيه المباراه، فانت عندك 3 ايام. والاهلي هيسافر تونس، فبشكل كبير جدا مباراه الاهلي مع حرس الحدود هتتاجل يا برنس. ولكن الاهلي يا برنس يواصل استعداداته بكل قوه لمباراه السوبر يا برنس، واللعيبه مركزه جدا جدا. وخلاص بعد ما كولر عرف ايه هيركز مع مين وهيدرس مين وهيعمل محاضرات على فريق مين، وهو فريق بيراميدز يا برنس. فريق بيراميدز هيسافر النهارده الساعه 6 يا برنس، هيسافر الى الامارات يا برنس. وفريق بيراميدز جاهز بكل نجومه يا برنس لمباراه السوبر، ما عدا بس عبد الله السعيد يا برنس للاصابه اللي احنا عارفينها. وتامر حسني يا برنس هيغني في حفله غنائيه عاملاها مجلس ابو ظبي الرياضي، عامل حفله كده وجايب فيها تامر حسني قبل المباراه وليله يا برنس، وهتبقى بقى حفله وباذن الله السوبر يكون اهلاوي يا برنس. وده كان كل اخبار النادي الاهلي، ما تنساش اللايك بتاعك.